مساكم الله بالخير. اليوم راح نروح لثورة العشرين ونبين دور النساء العراقيات بهذه الثورة العظيمة. طبعا كانت أمهاتنا سابقا لهن دور كلش كبير بهاي الثورة، كانن هن المحفزات للأبناء والأولاد والأزواج حتى يبينون شجاعتهم بهاي الثورة، وما ننكر دور العماريات اللي كانن يتقدمن ويا الجيوش بالمعارك. اليوم راح نسولف عن إحدى هذه النساء، وهذه المرأة ابنها قتل واحد من البريطانيين، لكن بعد قتله لهذا البريطاني استطاعوا القوات البريطانية القبض عليه، ومعانا بإذلاله جابوه للقرية اللي بيها موجودة أمه وأبوه على مود يقتلونه قدام أهله. فخافت الأم أنه ينكر أنه هو قتل هذا الضابط البريطاني، فقالت أبيات من الشعر بمنتهى الروعة. قالت وهي مقابلة ابنها وهم موجهين للقتل: قابلهم مقبل وانطانه، روحه ويوجع طق ذرعانه، نعرف زودك من شعلان، اللي يرفع راسه باسمك كان، يا يمه شمالك ندمان، بس خوف تقلهم مو شانه. رد عليها الولد قالها: ولد الملحل منهم آنه، النفزع موته من تنخانه، واحدنا مسرفا والثاني ينطر موته ويشبه حالي، جابولي المدفع وقبالي، حطوني بحلقة وقلتانه، حطوني بحلقة وقلتانه. طبعا وهذه شجاعة قل نظيرها في الوقت الحاضر نجدها عند أبنائنا، أبناء الحشد الشعبي وأبناء الجيش العراقي اللي قاوموا المحتل واستطاعوا القضاء على قوات داعش، والحمد لله والشكر بزود الأبطال استطعنا القضاء عليهم، والحمد لله والشكر، وفي أمان الله.